السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم عن الحلم اللي الواحد بيبقى عنده ساعات وبيبقى حاجة نفسه هو يحققها ويقعد يسرح فيها ويتخيل قد ايه حياته هتبقى جميلة جدا لو عرف يحقق الحلم اللي هو نفسه فيه، وقد ايه ساعات الحلم ده بيبقى على النقيض او على الجانب الاخر من الناحية العملية. الناحية العملية اللي هي القرارات اللي انت عارف ان انت المفروض تاخدها لان هو ده المنطقي اللي انت تعمله، لكن للأسف القرارات دي ما بتبقاش بنفس الجلامر او بنفس الحلاوة بتاعة الحلم اللي انت بتحلم بيه. وقد ايه ان في مواقف قليله جدا في الحياه بس ساعات بتحصل تلاقي الحلم بتاعك ده اتحد مع الجانب العملي بحيث ان هو بقى قرار واحد انت عارف ان انت المفروض تاخده، هيخدمك من الناحيه العمليه وفي نفس الوقت هيحقق حلم من الاحلام اللي انت كنت بتحلم بيها ونفسك تحققها. انا احمد عباس جي بي تريني هنا في بريطانيا، والنهارده هحكي لكم على ان ازاي واحد من احلامي اللي كانت عندي من ساعه ما كنت في ثانوي اتحققت من شهر تقريبا، لانها اخيرا اتحدت مع الجانب العملي. فبالنسبه لي ان انا اخد القرار ده كان سكند ثوت، ما احتجتش افكر فيه كتير وخدته، وقد ايه انا مبسوط بان الحاجه دي حصلت الحمد لله اخيرا. لكن قبل ما ندخل في القصه دي خليني اشرح لك انا ايه قصدي بقصه الحلم بتاعك والجانب العملي بامثله ملموسه عشان نقدر نبقى على صفحه واحده انا وانت. خلينا نقول مثلا ان انت نفسك تجيب شقه او عايز تقعد في مكان تستقل بحياتك وتقعد في مكان لوحدك. انا بتكلم لو انت في مصر مثلا، فواحده من ضمن الحاجات اللي هتطلع قصادك ان انت تروح تجيب شقه مثلا يعني في العاصمه الاداريه الجديده. ليه العاصمه الاداريه الجديده؟ علشان الاعلانات مغرقه الدنيا، سواء في الاس ام اس اللي بتجيلك او لو دخلت على الفيسبوك او اي سوشيال ميديا هتلاقي اعلان طلع لك من اي حته، او ان حد صاحبك قال لك ان دي فرصه خطيره جدا ومش هتتعوض ولازم تجيب الشقه دي دلوقتي. طيب هل ده بيخدم الناحية العملية ولا بيخدم الحلم بتاعك؟ اعتقد في وجهة نظري انا شخصيا ان هو بيخدم الحلم بتاعك، علشان انت املك ان انت تبقى متملك شقة في مكان زي العاصمة الادارية الجديدة، لو ان انت واحد من الناس اللي ملحقتش الهوجة بتاعت التجمع الخامس. لكن قصاد كده هتضطر تصرف اللي وراك وقدامك، مش بس في المقدم، لا ده في الاقساط اللي انت المفروض تدفعها، وفي الغالب بالنسبة لمعظم الناس مش هيبقى معاك فلوس تكمل بقية حياتك او الاحتياجات المتطلبات التانية اللي انت المفروض بتصرف عليها. فده لو انا بالنسبة لي هحطه في جانب الحلم. طيب خلينا نتكلم على الجانب العملي. الجانب العملي ان انا اروح اخد شقة ايجار جديد في مكان معقول، مش لازم يبقى بوش قوي يعني، بس يبقى مكان معقول وفي نفس الوقت يبقى امان، وفي نفس الوقت الحاجة اللي انا بدفعها شهريا هتبقى مش عبء عليا زياده قوي، بحيث ان انا اقدر اكفي بقيه الاحتياجات التانية. طيب فده الفرق ما بين الحلم اللي انت ممكن تحققه ويعضلك او يسبب لك مشاكل في حياتك بعد كده، او الجانب العملي اللي هو مش بنفس حلاوه الحلم بتاعك لكن في نفس الوقت هيمكنك ان انت تعرف تعمل حاجات تانية وفي نفس الوقت هتبقى حققت حاجه من اهدافك. ليه الكلام ده مهم؟ بص انا يعني مش عايز اتكلم كتير، خلينا نروح نتفرج مع بعض اوريك الحاجه اللي انا عملتها او القرار اللي انا اخدته وبعد كده نتكلم. ايه رايك؟ يلا بينا. مهما وصفت ومهما حكيت لك مش هقدر اوصف لك قد ايه الفيديو ده من احلى الفيديوهات اللي انا مبسوط وانا بعملها، لان فعلا الحمد لله ربنا كرمني وحققت حلم من الاحلام اللي كنت بحلم بيها من زمان جدا. لان انا من زمان جدا وانا نفسي يبقى عندي موتوسيكل، يعني واحد من الاحلام اللي هي فاهم انت بتجيلك وانت صغير وبعد كده يعني في زحمه الحياه وزخامها بقى وكل الحاجات المسؤوليات اللي عليك وبتاع بتنسى الحاجه اللي انت كان نفسك تحققها لحد ما تجيلك اللحظه اللي هتقول ايه ده انا هعمل الحاجه اللي انا كنت بحلم بيها بقالي كتير جدا. فبتبقى ممتن جدا وسعيد جدا باللحظه دي، وعشان كده حبيت اشاركها معاكم. وتعالى اشرح لك بقى ايه الجانب العملي في القصه او في القرار اللي انا خدته ده. بص يا سيدي، انت كجي بي تريني هنا في انجلترا لازم
بتعدي على كذا ديبارتمنت في المستشفى، بتعدي على اقسام مختلفه في المستشفى، زيها زي مثلا طبيب الامتياز لما بيستلم الامتياز بتاعه بيعدي على اقسام مختلفه في المستشفى عشان ياخد الخبرات المختلفه في التخصصات الكتيره. طيب القصه اللي بتحصل بقى ايه؟ ان انت كتير ساعات بتحصل يعني ان انت القسم اللي انت توزعت عليه ما بيبقاش في المستشفى اللي انت ساكن قريب منها. يعني مثلا القسم اللي انا شغال فيه دلوقتي، انا شغال انف واذن مثلا، مش موجود في المستشفى اللي انا موجود فيها، موجود في مستشفى في مدينه تانية، وانت مطالب ان انت تروح شغلك في المدينه التانية دي. المشكله بقى اللي بتحصل ايه؟ ان انت يعني في الوضع ده عندك حاجه من اتنين، يا اما ان انت تغير محل اقامتك، وده كان موضوع اوت اوف ذا كويشن بالنسبه لي، حاجه ما كنتش انا هعملها لان انا مبسوط في المكان اللي انا قاعد فيه. الحل التاني ان انت تشوف وسيله مواصلات توصلك للمكان اللي انت عايز تروحه ده بصفه يوميه، عشان اتحرك من المكان اللي انا فيه لحد ما اوصل للمستشفى اللي انا شغال فيها. هتلاقي ان المشوار بياخد حوالي ساعة و4 دقايق، ساعة و6 دقايق. طبعا الكلام ده وفي طرق مختلفة بس كلها around the same time. طبعا الوقت ده عمره ما بيبقى accurate 100% لان ما بيعملش حساب الاشارات اللي بتقف فيها. انت برضو شفتاتك ما بتبقاش ثابتة، فانت عندك مثلا ايام عادية بتبقى 9 ساعات، وفي الايام الطويلة اللي بتبقى 12 ساعة، وعندك نايت شيفتس كمان او شفتات ليلية بتاخدها. فالموضوع مش هيبقى مريح بالنسبة لي ان انت تقضي ساعتين رايح وساعتين جاي، غير ان انت عندك حاجات تانية في حياتك بقى عايز تعملها. انت يعني الشغل جزء طبعا اهم جزء في حياتك، لكن في حاجات تانية المفروض تحققها يعني. فالموضوع ده بالنسبة لي كان out of the question. طيب يبقى وسيلة المواصلات التانية بقى تدور على وسيلة مواصلات خاصة بيك، وأبسط حاجة ممكن هتفكر فيها وأي حد هيفكر فيها اشتري عربية، ودي حاجة جميلة جدا وانا كان نفسي اعملها. لكن فكرة ان انت تطلع رخصة هنا في انجلترا الموضوع معقد جدا 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 to the point ان انا حاسس ان انت بتطلع رخصة طيارة مش رخصة عربية، لان انت بتعدي على امتحانات كتيرة، بتعدي على 3 امتحانات عشان تبتدي تاخد الرخصة اللي تعرف تسوق بيها عربية لوحدك يعني. المشكلة مش في الامتحانات، المشكلة ان انت تلاقي حد مؤهل ان هو يدربك على السواقة، لان بيبقى فيه تجهيزات معينة في العربية طبعا اللي بيستخدموها. الناس دي تبقى مشغولة جدا، وطبيعة شغلك زي ما بقول ان انت بيبقى عندك شفتات مختلفة، فما بيبقاش سهل ان انت تلاقي مواعيد تناسبك وتناسبه عشان تاخد الليسنز اللي انت المفروض تتعلمها. وفي حاجات كتيرة الصراحة المفروض تتعلمها، ابسطها ان الشوارع خلف خلاف بالنسبة للي احنا متعودين عليه، اليمين شمال والشمال يمين، قصه كده يعني بتاخد وقت لحد ما تفهمها. حتى الموضوع بيبقى متعب اول ما بتيجي هنا وانت بتعدي الشارع، انت الاتجاهات كلها مختلفه يعني. الحل التاني اللي كان قصادي ان انا اجيب موتوسيكل، علشان اللايسنس بتاعته اسهل واسرع ان انت تاخدها من اللايسنس بتاعه العربيه، وانا كان عامل الوقت بالنسبه لي مهم جدا، فكنت محتاج اجيب حاجه في اسرع وقت ممكن. خليني برضو اشرح لك عشان تبقى في الصوره معايا. انا الرخصه اللي معايا حاجه اسمها CBT ده اختصار Compulsory Basic Training، اللي هو التمرين الاساسي اللي لازم تاخده لاي حد عايز يسوق موتوسيكل. ده بيأهلك ان انت تركب موتوسيكل هنا في انجلترا بشروط، اهم شرط فيهم ان انت الموتوسيكل اللي تبقى راكبه ما ينفعش قدرته تتعدى ال 125 سي سي. 125 سي سي يعني هتجيب لك حاجه في حدود 10.5 بالكتير قوي 11 حصان يعني. فطبعا مش حاجه قويه، حاجه يعني على قدها جدا، لكن في نفس الوقت هتنفع ان انا استخدمها كوسيله مواصلات رايح جاي. الحاجه الثانيه اللي لازم تعملها، واعتقد ان هو بان في البيرول اللي انا عملته، ان انت لازم بتبقى معلق يافطه على الموتوسيكل مكتوب عليها حرف L. طبعا الانستراكتورز هيتريقوا عليها ويقول لك ال ده stands for loser، it's a joke يعني هم بيقولوها هنا، لكن L دي stands for learner. فده بيعرف الناس اللي انت بتشارك معاهم الطريق وانت سايق ان انت لسه بتتعلم، فبيدوك مساحة اكتر من ناحية المسافات اللي بيسيبوها لك، او بيتوقعوا ان انت ممكن تعمل اخطاء وانت سايق، فانت بتحس بامان اكتر ان انت يعني مركب اليافطة دي. والموتوسيكل ده بالذات ليه قصة طويلة عريضة جدا معاه. اكتر حاجة عجباني فيه واكتر سبب انا جبته عشانه، طبعا بعد ما اتفرجت على كم ريفيوز وكم فيديوهات كتيرة جدا عشان اوصل للقرار ده، ان هو اتس ا كروزر ستايل موتور بايك. وانا طول عمري بحب الكروزرز اللي هو بتبقى انت قاعد فيها كده مستريح يعني، فاهم؟ انت مش قاعد مكفي على وشك، مش ريسنج مثلا، وفي نفس الوقت مش الكافيه ريسر اللي هو الموتوسيكل اللي بيبقى صغير اللي بيستخدموه اكتر في حته
اللي هو المانوفرنج وسط الترافيك وبتاع، لان انا لسه مبتدئ فانا مش هينفع معايا الكلام ده ومش عايز اعمل الكلام ده. فانا الكروزر ستايل بالنسبه لي كان احسن حاجه وكان اكتر حاجه انا نفسي اجيبها. الداون سايد بتاعه طبعا ان عشان هو كروزر ستايل فهو وزنه بيبقى تقيل شويه، وزنه حوالي 115 كيلو من غير ما تبقى انت راكب عليه، فالتوب سبيد بتاعتك بتبقى ليميتد جدا. هم هنا بيتكلموا بالمايلز ولسه الموضوع ده بيلخبطني جدا لان انا دماغي شغاله بالكيلومترز، لكن انت يعني انا اقصى حاجه جبتها فيه كان حوالي 55 مايل يعني. فطبعا دي مش سرعه كافيه، فما بتأهلكش ان انت تطلع على الهاي ويز الكبيره. انت مش المفروض ان انت تطلع بالسي بي تي بتاعتك دي تطلع على الهاي ويز الكبيره، لان الهاي ويز دي بيبقى المينيمم سبيد فيها بيبقى حوالي 70، فانت اصلا الفيكل اللي انت راكبها او الموتوسيكل اللي انت راكبه ده مش هيجيب المينيمم سبيد، فهتعطل الترافيك وراك، فانت ما ينفعش تطلع عليه. لكن بالنسبه للكوميوت بتاعي رايح جاي من الشغل ده بيأهلني جدا ان انا اروح وارجع من الشغل، والمشوار اللي انا كنت هاخده في ساعتين بالاتوبيس باخده الحمد لله دلوقتي في 25 دقيقه، وببقى مستريح مش ببقى بجري يعني. فهو الحمد لله كان بالنسبه لي كان قرار صائب جدا لانه حقق لي حلم انا كان نفسي فيه. وحقيقي انا الحمد لله ما فضل سعيد جدا بالقصه دي، وفي نفس الوقت من ناحيه الجانب العملي وفر لي وقت كتير جدا كان ممكن اضيعه في قصه المواصلات وان انا استنى اتوبيس والاتوبيس فاتني والستريس ليفلز بتاعتك وهتبقى متاخر على الشغل. لما قررت اجي اعمل الفيديو ده كان لازم ناخد جوله سريعه كده في بورنموث واوريكم البوينت اوف فيو بتاعي وانا سايق. طبعا كان نفسي الجو يبقى صني اكتر من كده، او مش اكتر من كده، هو مش صني اصلا يعني. بس للاسف هو ده اللي موجود دلوقتي، لكن not to despair عشان الصيف خلاص على الابواب ان شاء الله، وهيبقى الصيف هنا بيبقى قوي اوي يعني. طيب احنا اتمنى ان الصوت بالسيت اب اللي انا عملته جديد ده، لانه طلع روحي صراحة عشان اعرف يعني اطلع صوت المفروض يبقى ديسنت يعني. ودي اول ترايل بالسيت اب الجديد، فانا مش عارف النتيجة هتبقى عاملة ازاي، فيعني fingers crossed ان شاء الله ان الموضوع هيطلع كويس يعني، او الصوت هيطلع كويس. لكن في سبيل ان انا اوصل لهذه النتيجة كان لازم ان انا يعني اعمل اخطاء. ما انت ما بتتعلمش الا تعمل اخطاء، تعمل خطأ تتعلم منه، او تتخيل انت اتعلمت منه فتروح عامل خطأ تاني وبالطريقة دي لحد ما تكتشف ان انت ايه ده، انت اتعلمت في in the process يعني. فانا من الاخطاء اللي انا عملتها ان انا جبت 2 مايكس، طبعا ما جبتهمش يعني ما رحتش اشتريت 2 مايك مره واحده يعني اكيد يعني. جبت الاولاني طلع ان السوكت مش هتركب في الكاميرا، فقلت خلاص انا اتعلمت من الخطأ ده فهجيب واحد تاني بقى ومش هغلط هجيبه صح، فطلع غلط برضه فالنتيجة ان انا زهقت من قصة ان انا اوصل المايك بالكاميرا، وقلت طب انت وجع دماغك ليه، ما احنا ممكن نسجل الاوديو اكسترنال على جهاز تاني which is ده السيت اب الجديد بقى اللي انا شغال بيه دلوقتي. فعلى امل ان الصوت يطلع كويس وان المايك يبقى محطوط في مكان كويس في الهلمت علشان ما يبقاش في ويند نويز جامد. قصة بقى قصة كده، بس that's the beauty of it. دي احلى حاجة في الموضوع، ان انت بتتعلم مهارة جديدة فبتغلط لحد ما بتتعلم. طبعا اتمنى ان الفيديو ده يبقى عجبك ويبقى اداك امل ان انت حتى لو في احلام ممكن تبقى فاتتك او انت حاسس ان انت ما حققتهاش، ممكن في يوم من الايام تلاقي ان انت محتاج تعمل الحاجه دي لانها هتخدم غرض من اغراض حياتك، وفي نفس الوقت هتبقى من محض الصدفه يعني حققت الحلم اللي انت عايز تحققه. دعواتكم بالسلامه وان ربنا يسلم الطريق ان شاء الله. وطبعا بما ان معايا موتوسيكل دلوقتي فده معناها ان احنا هنخرج اكتر ونتفسح اكتر، وهيبقى عندي فرصه ان انا اوريكم المكان اللي انا عايش فيه بصوره احسن وباكسس اسرع بالنسبه لي. ما تنساش تتابعني وتعمل لايك وسبسكرايب للقناه علشان يجيلك الجديد بتاعنا اول ما ننزله باذن الله. I want to reach 1 million likes, so please sarapaka. طيب هو الفيديو كده خلص، لكن الحقيقة أنا عايز أزود دقيقة كمان، والدقيقة دي هتبقى موجهة لناس معينة، والناس دي هي والدي ووالدتي أبويا وأمي.
لان وسط ما انت بتحقق اهدافك وبتعمل الحاجات اللي انت بتحلم بيها وكل حاجة، لكن مش دايما الحلم اللي انت بتحلم بيه بيجي على هوا الناس اللي انت بتحبها والناس اللي عزيزة على قلبك زي والدي ووالدتي، لان الطبيعي ان هم هيتضايقوا لما يعرفوا حاجة زي كده بحكم ان هم خايفين عليا. فانا حبيت اكنولج او اعترف بحاجة زي كده في الفيديو قصاد الناس كلها، واقول لكم حقكم على راسي من فوق. انا اسف ان انا عملت حاجة يمكن مش هتبقى احسن حاجة انتم مبسوطين بيها، لكن انتوا عارفيني انا دي حاجة انا من زمان وانا نفسي اعملها، واكيد كان هيجي يوم من الايام وهعملها. فدعواتكم بالسلامة، ووعد مني ان انا مفيش مرة هركب الموتوسيكل ده الا لما هقرا الادعية اللي بتتقال، وهاخد بالي مش هجري زيادة، هتبع كل اجراءات الامان. وفي نفس الوقت انا مفيش مرة بنزل اركب الموتوسيكل ده الا لما بلبس البروتكتيف جير بتاعي، لان هو بيبقى فيه لبس معين للموتوسيكل، ودي حاجة من ضمن الحاجات اللي هنتكلم فيها في فيديوهات جاية ان شاء الله. لكن انا يعني حبيت اقول لكم ان انتوا ما تزعلوش، وان انا مقدر ان الموضوع ده ممكن مش هيبقى احسن حاجة او احسن خبر انتوا تسمعوه، لكن ربنا هيسلم باذن الله. فدعواتكم بالسلامة ان شاء الله. وبس كده، متشكر جدا على متابعتكم للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.